انتظر، إن الباب موارب في الواقع وليس مغلقا. أعتقد أنني سأدخل. إذا كن حذرا من فضلك. على الفور دوى صوت يشبه جرس الإنذار، وتساءل حلمي في ذعر عن مصدر الصوت، فقلت: جهاز المحمول الخاص به، إنه يطلق إشارة إنذار لو تسلل أحدهم للشقة مثلك. أنت تجتاز دائرة كهروضوئية. المهم، هل ترى شيئا؟ معنى وجود المحمول أنه هنا، قال وهو يلهث رعبا. إنه هنا بالفعل على الأريكة، والذعر في عينيه. إنه متصلب وأعتقد أنه ميت. ابتلعت ريقي ثم سألته: آثار عنف؟ لا، آثار رعب. هناك جهاز تلفزيون أمامه، يخيل إلي أنه كان يشاهد فيلم فيديو عندما أصابته نوبة قلبية. اسمع، قد يبدو كلامي غريبا، لكني أريد أن تعيد شريط الفيديو قليلا إلى الوراء وتصف لي ما تراه. فعلا، هذا أغرب مطلب سمعته. رجل متوف وتطلب مني أن... لحظة، ها هو ذا. هذه لقطات ثابتة من أعلى تظهر هذه الصالة في ضوء خافت. لا يوجد شيء. سأتحرك للأمام بالشريط قليلا، لكن رباه ارحمني يا رب. ودوت الصرخة.